احب احب والله العظيم احب ايه؟ احب الثلث، احب الثلث، احب الثلث. ازيكم عاملين ايه وايه اخباركم، ويا رب تكونوا بخير. وحلقه جديده من برنامجكم المحترم الموقر المهذب الملتزم بكافه المعايير الاخلاقيه والغير اخلاقيه احا كوره. مبروك صعود الزمالك، مبروك صعوده كاول كمان، وده طبيعي يعني في مجموعه زي دي. يعني ما ينفعش الزمالك ما يطلعش اول، حتى لو التدعيمات والسكواد اول برضه. يعني ما فيش حد هينافسنا في المجموعه دي. مفيش فريق حتى لو الزمالك برجل واحده في المجموعه دي يقدر يتجاوز الزمالك ويبقى اول عليه، عشان بس نبقى واضحين. مبروك صعود الزمالك وده الطبيعي. نيجي للماتش. شوط اول ممل 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 من المدرب وممل من اللعيبه. ممل من المدرب وممل من اللعيبه. اللعيبه عندها رعونه واستهتار ولا مبالاه، وتحس كده ان هم نازلين ايه بقى، بيمشوا، ومدرب ساكت، ومدرب شايف المهزله اللي قدامه دي وساكت. ما بص، ما انا لما ابص لجروس في القصه دي، ما هو يا عم جروس انت حاجه من اتنين: يا انت ما قلتش للعيبه دي حاجه تعملها فانت واقف تتفرج على المهزله دي زيك زينا، وانت ماشيين بنظام يا جماعه احنا اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، يا اما انت فعلا قلت وعملت خطه وكلفت بمهام واللعيبه دي ما بتنفذش. ففي حاله ان اللعيبه ما نفذتش اللي انت قلته، انت واقف ساكت ليه؟ انت هميوني يابا ولا ايه بالظبط قصتك؟ لا لا لا، لعيبه الزمالك مش محتاجه المدرب الساكت، لا لا خالص. دي لعيبه محتاجه تتحفز كل ثانيه، دي لعيبه محتاجه تفكر كل لعيب بمهامه كل ثانيه، لعيبه محتاجه مدرب يصورم على الخط وينفعل ويتعصب ويحفز ويبقى اجريسيف كده. انا بقول لك، هو انت شفت الشوط الاول زيك زينا، شوط اول بلا خطه بلا شكل بلا افكار بلا جمل بلا اي حاجه. ما هو انت يا اما قايل وهما ما عملوش، فانت ليه ساكت؟ ليه ساكت؟ يا اما هو انت اصلا ما قلتش اي حاجه في اي حاجه. اختار لك واحده. وانا ما ينفعش في ماتش زي ده قاعد اقول لك اصل التدعيمات ده عيب والله. يعني احنا بنلعب فرقه وضيعه، حرفيا دي فرقه وضيعه. يعني مش هقول لك غير انها فرقه وضيعه. تكسبها 5، تكسبها 7، تكسبها 8. احنا ما عملناش النصر المبين ده الطبيعي. مجموعه فيها بلاك بولبول وانيمبا والمصري، احنا نبقى اول ده طبيعي، بس ما عملناش جديد. انت بطل الكونفدراليه، بطل السوبر الافريقي. ثم في حاجه، هو اللعيبه ليه مش مشحونه؟ ما عندهاش الشحنه اللي كانت موجوده ايام جوميز. في ايه؟ ده شغل مستحقات، ده شغل مستحقات. كسبنا بس في لعيبه تحس. ثم برضه سؤال لجروس: هو انت شفت ايه في الفرقه دي عشان تلعبها بشحاته ودونجا نص ملعب؟ عبد الله السعيد ده محتاج حد يلعب معاه كوره في الفرقه يا جدعان. يعني انت لو تعال لو انت نتخيل مثلا انت هتلعب عبد الله جنب دونجا وحط قدامه شيكابالا 10، يبقى في بني ادم بيلعب مع عبد الله السعيد كوره، والناحيه دي زيزو والناحيه دي مصطفى شلبي وحسام اشرف. لكن انت سايب 2 نص ملعب، وانا بلاعب بلاك بلبل الموزمبيقي 2 نص ملعب ما بيمشوش كوره، 2 غفر بيلتحموا، لكن كوره لا يا باشا، مفيش كوره. غفر، احنا حاطين في نص الملعب 2 غفر. فعبد الله السعيد ده هيلعب مع مين؟ بيضطر ساعات فتوح يزيد عشان يلعب معاه كوره. مش منطق. ثم انت النهارده برضو المفروض كنت تورينا ايه؟ واحد زي عمر فرج، الكلام ده هو ميت خالص. عمر فرج ده عزيزي مستر جروس يلي بنكن لك كل احترام وبنحبك فعلا،
الجو ده ما ياكلش مع اللعيبه دي. لا، اللعيبه دي بقول لك محتاجه حد مقطع بطاقته. اللي كان مخلي جوميز نافع مع الناس دي كم التحفيز اللي كان بيديه. تحفيز واقف على الخط وها وايه كده. لكن الصمت اللي انت فيه، وفي فرق فعلا لازم تهاجمها، تجرب فكرك. يعني انت مأمن لي دايما بشحاته ودونجا ليه يا عم؟ احنا بنلعب الترجي، دي فرقه في الضياع. نيجي بقى ايه لمجلس الاداره. اللي فات حماده يا باشا، واللي جاي حماده تاني. اللي جاي مش لم نقط، اللي جاي خروج مغلوب. انت ناوي على ايه معانا يابا؟ ايه قصتك؟ انت لحد دلوقتي في الرز ابو لبن، لا مستحقات دفعت، لا تجديد جددت، لا لعيبه جبت. مفيش بتعملش حاجه. انت نايم في الرز ابو لبن، انت نايم في الرز ابو لبن ومقضيها لنا ايه؟ بلالين اختبار. طيب في حاجه تانيه بس، اقعدوا مع عبد الله السعيد. عيب والله، اقعدوا مع عبد الله السعيد، الراجل اللي ما خدش جنيه من بدايه الموسم. اقعدوا معاه وكلموه في التجديد، وشوفوا طلباته، وعرفوه مستحقاته هتجيله امتى. عيب، اقعدوا مع عبد الله السعيد. انتوا مش ممكن، انتوا مجلس مش ممكن، انتوا ما بتعملوش حاجه. انتوا في ايه؟ نرجع بقى لموضوعنا اللي قلت لك، اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني. بص يا معلم، كتدعيمات احنا محتاجين تدعيمات. فكك من المجموعه التعبانه اللي احنا كنا فيها وطلعنا اول عليها دي، قشطه. اللي جاي مش كده، اللي جاي في الدوري هيبقى فشخ، اللي جاي في الدوري كمان هيبقى فشخ. فانت كده بص بالمفتش عشان ما ناكلش دماغ بعض ونحرق ونقعد نحرق في كلام وناكل دماغنا. فعرفنا وواجه لمره واحده، انت ناوي تجيب لعيبه ولا فكك؟ انت كل اللي انت طموحك تحاول تجدد وتدفع مستحقات وخلصت على كده، عشان ما نقعدش نحرق. عشان بس ما نقعدش نحرق ونقعد يرشح لنا لعيبه ويعمل لنا لعيبه ويسوي لنا، وفلان من جاي مش عارف من مين وانت اصلا مش في دماغك يا اسطى. اللي جاي ما ينفعش معاه الحوكشه دي. احنا في لعيبه لو اتصابت ما عندناش بديل ليها، ما عندناش بديل. هو انت حد ضحك عليك وقايل لك ان انت فريقك جامد؟ ده المدرب اللي انت جايبه بنفسك قال لك ده انا هستحمل الفرقه دي لاول يناير لحد التدعيمات. مدرب مش عارف مين قاعد ومين ماشي ومين جاي ومش عارف حاجه لسه. انت قاعد بتعمل ايه بقى؟ قعدت تقول لي يناير 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 يناير. يناير خلاص، احنا داخلين في نص يناير يا عم. انت بقى الساحر مدحت؟ انت بقى شايف نفسك الساحر مدحت اللي انت هتيجي في 10 ايام مستحقات، تجديدات، يلا نجيب صفقات؟ ده انت حتى مش عارف اسماء الناس اللي انت عاوز تجيبها. يعني انت ما عندكش حتى خطه اللي انت مثلا تنفذها في اسبوع يا سيدي، على اساس ان انت سوبرمان قوي. في ايه؟ مشيت يا سيدي ماشيه اهو في الدوري كويس وفي الكاس كويس والى حد، بس مش هتفضل كده. الكاس مش كله بوير للاسمده. الدوري انت معاك سيراميكا وفي بيراميدز وفي الاهلي وفي المصري وفي فرق تقيله، فرق بتلعب وسكواد اعلى من سكوادك. انت معانا ولا فين انت؟ ولا انت في كوكب تاني؟ ولا انت في فجوه زمنيه ومش سامعنا احنا بنقول ايه؟ ولا ايه قصتكم؟ ايه قصتكم؟ انتوا في فجوه تانيه؟ انتوا في عالم، انتوا في بعد تاني غير اللي موجود هنا ده؟ ايه؟
يناير خلاص. ايه قصتك؟ مش هتجيب اطلع وجه الجماهير اللي هم مفيش فلوس، وعشان نبطل حرق والله. انت كل شويه تطلع لي المتحدث اللي بيرد على الخبر بعد ما الخبر ينزل باسبوع. امبارح المواقع كلها بتقول لك زيزو رايح الاتفاق. انا كزملكاوي اخد مصدر الخبر، اعرف الخبر ده صح ولا غلط منين؟ قناه الزمالك، قناه سبيستون اللي لمني عليها حبايبكم ومشغلينهم، اللي ما بيقولوش جمله مفيده. ها؟ ولا اروح فين انا؟ اروح لموقع الزمالك ولا في صفحه الزمالك اللي بتنزل لي ايه؟ بتنزل ايه صفحه الزمالك دي؟ شبه البوم بمبم اصلا يعني. ما تعمل لنا يا عم صفحه، يا عم صفحه رسميه تتكلم باسم النادي يا عم، ترد على اي خبر يتكتب على السوشيال ميديا عن الزمالك يا عم. ولا انتم فرحانين بالهيصه؟ اديكم بتداروا في اي هيصه، تداروا في خبر فلان، خبر علان، مشكله مع فلان، ويكشف الجمهور بس ينسى ايه المفروض الاداره تعمله. اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني يا عم الحاج. انت ايه تارجتك السنه دي؟ انت معاك دوري وكاس وكونفدراليه. انت ايه ناوي على ايه؟ انزل بقى معانا على الارض بقى، وشوفوا لنا متحدث يعرف يكلم الجمهور. جمهور الزمالك او جمهور الكوره عامه محتاج حد بيعرف يكلمه. احنا مش موظفين في الشركه عندكم. السلام عليكم.